زينب بنت من الصعيد مخطوبة لحسن اللي شغال في القاهرة. يوم فرحهم كان حديث القرية كلها وكل أهل البلد بيتكلموا عنه. حسن ابن بلدها الوحيد اللي حقق نجاح كبير بره ورجع عشان يتجوز حب طفولته. لكن قبل الفرح ب3 أيام حسن اختفى فص ملح وداب. أهل القرية كلهم دوروا عليه وسألوا عنه في القاهرة لكن لا حس ولا خبر. زينب قلبها اتكسر وأبوها قرر يلغي الفرح. لكن في ليلة من الليالي قبل الفرح شافت حلم غريب. شافت حسن في المنام واقف قدامها لكن وشه كان شاحب وشفايفه لونها أزرق. قال لها بصوت خافت: يا زينب ما تخافيش، أنا جاي في يوم فرحنا. صحيت مفزوعة لكنها حست إن الحلم ده ما كانش مجرد كابوس، لا دي رسالة. وفي يوم الفرح وهي بتستعد للبس فستانها الأبيض سمعت خبط على الباب. فتحت الباب لقت حسن كان وشه شاحب وعينيه فاضية لكنه كان بيبتسم. قال لها بصوت غريب: زينب أنا جيت عشان أتجوزك. جريت عليه وفرحت لكن أمها صرخت: يا زينب ما تلمسوش، ده مش حسن. لكنها ما سمعتش حاجة وكانت فرحانة برجوع حبيبها. مسك حسن ايديها وكانت ايده باردة زي التلج. بالليل بدأ الفرح في قلب القرية. الناس كانت بترقص وتغني وحسن وزينب كانوا قاعدين على الكراسي وبيبتسموا للحضور. لكن فجأة المزيكا وقفت ووش حسن اتحول للون الرمادي وشفايفه بقت سودة وعينيه نورت أحمر. زينب كمان وشها اتغير بقى شاحب وظهرت ابتسامة مرعبة على وشها. الناس صرخوا وجريوا في كل اتجاه لكن الابواب اتقفلت لوحدها واشباح طلعت من كل حته بتزف حسن وزينب. الناس سمعوا اصوات غريبه وشافوا حاجات ما تتصدقش بتحصل قدام عينيهم في المكان كله. بعد دقايق كل حاجه اختفت، لا كان في زفه ولا اشباح ولا حسن ولا زينب. البلد بقت مهجوره وكانها ما كانتش موجوده. وحسن وزينب محدش لقاهم. كل اللي لقوه فستان زينب الابيض متقطع ومتغطي بالتراب وعليه نقطة دم واحدة. بيقولوا إن أي حد بيعدي من جنب البلد دي في ليلة فرح بيسمع أصوات غريبة وبيلاقي نفسه بيرقص مع أشباح حسن وزينب. فهل عندك الجرأة إنك تعدي على القرية دي في ليلة فرح؟